عارف لما تبقى نازل تشتري طلبات البيت ومعاك ورقة في إيدك كاتب فيها احتياجاتك بالظبط، وعامل حسابك على ميزانية محدودة على قد المطلوب. تدخل السوبر ماركت وتبدأ تجيب الحاجة شوية وتبدأ العروض تزغلل عينيك. علبتين تونة بسعر واحدة، ماشي نجيب واحدة مفيش مانع. ايه ده، باكل بسكوت بتاع العيال ب15 بس ما يضرش. معقول ب8؟ أكيد مش هتخسر. وتفضل طول ما انت ماشي عمال تلم الحاجات الصغيرة والعروض الرخيصة وتحطها في العربية، مش دي اللي هتعمل أزمة يعني. توصل عند الكاشير عشان تحاسب، تحط طلباتك وتتفاجئ ان الحاجات الصغيرة اللي انت عمال تلمها طول الطريق دي اتجمعت مع بعض وعملت مبلغ أكبر بكتير من الميزانية اللي معاك. موقف محرج جدا، كتير مننا عدى بيه. تبقى واقف قدام الكاشير محرج وفي نص هدومك، الناس اللي وراك مستنيينك تخلص عشان يحاسبوا، والكاشير باصص لك في وشك مستنيك تتصرف، وانت عمال تدور في جيوبك يمكن تلاقي فلوس زيادة او في الكارت بتاعك. يا ترى هرجع ده كله ولا هسيب شوية حاجات مش هاخدها، ولا اعمل ايه في الموقف المهبب ده؟ طب تخيل ان الموقف ده ممكن يحصل لك يوم القيامة، لما تيجي ساعة الحساب وينادوا على اسمك لعرض أعمالك في الميزان. ممكن تبقى داخل وانت فاكر نفسك من الأبرار، عمال تفكر في الحج والعمرة والصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم، كله بيتحط قدامك في ميزان حسناتك. وبعد ما الحسنات تكمل تبدأ السيئات تتحط، وتتفاجئ ان السيئات مش هي الذنوب اللي انت كنت خايف منها، مش الذنب الكبير اللي انت عملته ايام الشباب وبطلته، لا 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 لا. المفاجأة هتبقى في كم هائل من الذنوب اللي ما كانتش تخطر على بالك اصلا، اتجمعت على بعض كلها زي الجبل واتحطت في ميزان سيئاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. عارف يعني ايه محقرات الذنوب؟ ايه الحاجات الصغيرة اللي ما كانش يخطر على بالك اصلا ان هي ذنوب؟ كنت ماشي في مره وعينك وقعت على واحده، فضلت باصص لها شويه وبعدين كملت. كنت قاعد مع اصحابك وجت سيره واحد صاحبكم فقمت اتريقت عليه واغتبت وانت مش واخد بالك. وانت في ثانوي عملت صوت والمدرس واقف وضحكت عليه الفصل كله، وهو راجل كبير في السن عنده اولاد اكبر منك، لكن اضطر يبلعها ويعمل نفسه ما سمعش عشان منظره قدام نفسه وقدام الطلبه. واحد صاحبك اشترى حاجة جديدة، قلت له تلزمني دي يا صاحبي، وقمت واخدها منه بسيف الحياء وهو اتحرج وسابها لك رغم انه مش مسامح فيها. استلفت حاجة صغيرة من واحد وطنشت، حاجة تافهة مش فارقة الناس لبعضيها، وهو عداها لكن مش مسامح. اشتريت حاجة وما كانش معاك فكة، قلت للراجل يبقى لك فلوس وبعد كده ما دفعتهاش. الساعتين اللي بتضيعهم كل يوم في الشغل ما بين رغي وهزار مع زمايلك